السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا في كل مكان، من اسكندرية لأسوان ومن الساحل للورديات. تقصدي بمين بحضارات الشرق القديم؟ هنمسك واحد مصر، بعد مصر همسك الهند، بعد الهند هاخد الصين، بعد الصين هاخد بلاد فارس المعروفة اليوم باسم إيران. مصر والهند والصين وبلاد فارس إيران. ماشي يا عم طليس، وبعدين يا طليس ولا قبلين، أنا خلاص هسكت وبعد كده هسيبك تعيشي بقى مع مين؟ مع الراجل ده والراجل ده والراجل ده. مين الراجل ده والراجل ده والراجل ده؟ تسيبني أعيش مع الرجالة دي ليه؟ ما هو ده اسمه سقراط الأول، والتاني أفلاطون، والتالت أرسطو. مين دول؟ بدأت ظهورها في الفكر الفلسفي اليونان من القرن السادس قبل الميلاد للرابع على ايد طليس، اكتملت على ايد سقراط، افلاطون، ارسطو. تناولت نفس المجالات. كان هدف الفلسفه اليونانيه كشف الحقيقه عن طريق استخدام العقل، متعه عقليه، خضعوا للمنطق. كل ده تمام، مفيش اي مشكله. دوروا في النجوم والمؤرخين وبحثوا في اصل الماده، ايه اصل الماده اللي هو اصل الكون. تطورت ونشات، كل الكلام ده حلو. تعالى بقى نعمل حاجه لذيذه. قبل ما نعمل الحاجه اللذيذه ديت هنتفرج على فيديو لذيذ جدا ليازن. مين يازن؟ ييزو. كل اللي انا قلته لك دوت انت فهمته مني. هنتفرج على ايزو ونشوف القصه ايه. الفلسفه التي نشأت واستمرت بالاعتماد على المبادئ الاولى. انت بتقول لي المبادئ الاولى لايه؟ للعقل. كانت في اليونان. الفلسفه بمعناها الحقيقي ظهر في اليونان. هنا بيقول لك الفلسفه نشاط عقلي يهدف من خلاله الفرد الى فحص منظم للمعتقدات بطريقه متعمقه وواعيه، فتنمي تفكيره وقدرته على البحث ورؤيته على الاشياء. قدرته هو للبحث ورؤيته للاشياء هو يبقى وجهه نظر. ييزو هيكون معاك في كل حصه. بعد ما نخلص شغلنا هنجيب ييزو فقرة كرتونية جميلة حلوة تفكرني أنا بالطفولة، وهبقى أقول لك مين هو يازن.